فيلم شقه هو واحد من ضمن افلام موسم عيد الفطر، وقصته عن حجازي واسماعيل واللي بيعملوا عمليات سرقة كتير، ولكن في مرة بتحصل مشكلة وبتقلب الموازين. وقبل ما ابدأ المراجعة حبيت اعيد عليكم في المتأخر واقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين. الفيلم فاجئني على المستوى الشخصي لان توقعاتي كانت قليلة، من اول الاداء التمثيلي واللي عجبني جدا، وفي رأيي الافضل هو محمد ممدوح وجسد الشخصية بشكل جيد جدا، وعلى المستوى الدرامي والكوميدي كان ناجح، وعمرو يوسف كذلك كان كويس جدا، وخصوصا في مشاهد الاكشن. امينه خليل دور جديد ومختلف عليها وقدمته بشكل كويس كذلك. كمان مشاهد الاكشن افكارها مش اصليه خالص، لكن تنفيذها مفاجئ، وتصميم المعارك والاشتباكات متميز، والاخراج فيه ممتاز، والتنقل بين المشاهد وفي اللي متصوره وان شوت، وعندنا كذا تسلسل ممتعين. يمكن اللي معجبنيش هو التسلسل الاخير واقلهم بالنسبه لي، بس الصراحه في ادوات اخراجيه عجبتني جدا. اما السيناريو فهو مش افضل حاجة في الفيلم، القصة مكررة ومتوقعة لكنه احترم عقل المشاهد، وحتى المواقف الغير منطقية انا قدرت اشتريها. بس يمكن النص الاول كانت الاحوال متماسكة وممتعة، لكن النص التاني وتحديدا الربع الاخير ما عجبنيش خالص، وجانب الشر والشخصيات الفرعية ضعيفة جدا، ونهايتها من اغرب ما يمكن. في المجمل الفيلم مناسب جدا في مقياس فيلم العيد، والصراحة ما كنتش متوقع اني هنبسط في اغلبه، واقدر اقول انه مسلي وممتع وفي اوقات كتير، ويستحق المشاهدة ووقتك بكل تأكيد، حتى وانا عارف مشاكله فين وازاي كانت ممكن تكون افضل. تقييمي النهائي 7/10.